اخطر ناس على ولادكم صحابهم. وانا في سن المراهقه كنت زي كتير من ولادكم، بريء متربي خايف على سمعتي، لكن اتلميت على شله شباب كانوا مختلفين عني، شبيحه منحرفين، مش فارق معاهم لا اهل ولا مستقبل ولا اي حاجه. كان اهم حاجه عندهم الاستباحه، واللي تمنها بيتسرق من اهاليهم بطرق ما تتخيلهاش. انا وقتها كنت منبهر بيهم جدا، كنت شايف ان اخلاقي تربيتي خوفي ضعف، وقلت لنفسي ليه لا، ما اجرب ابقى زيهم. في مره وانا بايت معاهم خلوني اجرب، والحقيقه اتبسطت قوي قوي. رحت في حته عمري ما كنت احلم اوصل لها، حسيت بحريه كاذبه، متعه سامه، لكن اللي ما كنتش عارفه ان دي بدايه السقوط. رجعت البيت عيني بتلمع، جسمي عايز يكرر اللي حصل، قلبي بيدق بسرعه غريبه، واتشديت. الموضوع ما وقفش على مره ولا اتنين ولا تلاته، ده كان طريق بيجرني لجهنم، لحد ما في ليله وانا معاهم جالي هبوط مفاجئ، نفسي وقف، قلبي بيخبط بعنف، حسيت اني بموت. والكارثه انهم سابوني ومشيوا، سابوني زي كيس الزباله. وقتها فهمت اني ماليش عندهم قيمه غير اني اكون واحد بيتهد معاهم في الضلمه. رجعت البيت بالعافيه، والليله دي كانت نقطه التحول. في لحظه صدق مع نفسي خدت قرار، قطعت معاهم ورجعت ادور على نفسي اللي ضيعتها. كانت معركه مع الشهوه، مع النفس، مع الوحده اللي بعدهم. بس ربنا ما سابنيش، قربت من اهلي، من ربنا، ومن صحاب جداد بيشدوني لفوق بدل ما ينزلوني لتحت. والنهارده انا واقف على رجلي، مش بس اتعافيت، لا بقيت احكي قصتي واقول انا كنت هناك في الضلمه دي، وشفت بعيني ازاي بتاكل الواحد حته حته، بس قدرت ارجع. رسالتي لكل اب وام، ما تسيبوش ولادكم يعيشوا في عالم لوحده، ما تسيبوش الشارع ولا التليفون ولا الصحاب يربوهم بدلكم. اسمعوهم حتى لو كلامهم تفاهات، خلوهم يحكوا لكم اسرارهم من غير ما يخافوا. حبوهم بطريقه تملأ قلوبهم، وتخليهم مش محتاجين يدوروا على حب مزيف بره البيت. اسالوا عن اصحابهم، قابلوا اصحابهم، افتحوا بيوتكم ليهم بدل ما يسهروا في بيوت غريبه. الولد اللي هتساله وتحضنه وتديله امان مش هيدور على حضن تاني بره. البنت اللي هتحس انها مهمه عندكم مش هتفتش على كلمه حلوه من حد غريب. انا كنت ممكن اكون النهارده في القبر، مش بقول لكم من الكلام ده اللي انقذني بعد ربنا، انا كان لسه في باب بيت اقدر ارجع له. كونوا الباب ده لاولادكم قبل ما الضلمه تبلعهم.